الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. عملت معاكم النهارده محشي ورق السلق ده. مش عايزه اقول لكم بيبقى طعمه حلو قوي في الشتاء. احنا كنا جايبينه من الارض عندنا ما شاء الله زي ما احنا شايفين كده، يتاكل حف والله ما شاء الله. طعمه تحفه خالص، ريحته جايبه اخر الشارع زي ما احنا شايفين كده. ودي كده عملت معاكم برضو جنبه فرخه، عشان طبعا المحشي لازم فرخه جنبه عشان المحشي يتشرب بالشوربه ويبقى طعمه حلو زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله. بتمنى وصفاتي تكون على قد الايد وتعجبكم، ولو عجبتكم ما تنسونوش في لايك واشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. بألف وهنا وشفا. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده هعمل معاكم ورق السلق ده، هعمله محشي زي ما احنا شايفين كده. احنا جايبينه من الارض عندنا ما شاء الله. شايفين الورقه سرحه وحلوه ازاي ما شاء الله. زي ما احنا شايفين كده الورق اخضر وحلو. ورق السلق ده ما شاء الله عليه بيبقى زي الزبده كده وناعم في الاكله ما شاء الله. مش عايزه اقول لكم بيبقى عامل ايه. اللي عارفه طبعا اكيد هيعرف ان هو طعمه حلو قوي ما شاء الله. زي ما احنا شايفين كده الورق اخضر وحلو خالص معانا هون. دلوقتي اول حاجه معاكم هسلقه سليقه ان انا بغلي ميه وبحط في الميه دي ملح زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله. جايبين ده كله من عندنا من الغيط من الارض عندنا زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله. تعالوا بينا يلا حبايبي. اول حاجه هنعملها معاكم هنسلقه. شايفين ما شاء الله الورقه حلوه ازاي بسرحه وحلوه. احنا ده جايبينه امبارح من الغيط عندنا من الارض بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. طعمه حلو قوي. قلنا نغير بدل المحشي الكرنب وكده. تعالوا بينا يلا حبايبي. اول حاجه هنعملها ان احنا هنسلقه. تعالوا يلا بينا. حاجه يا حبايبي زي ما قلت لكم ان احنا هنسلقه. انا معايا الميه بتغلي اهي زي ما انتم شايفين كده. نزلت عليه كده بالميه. الميه طبعا حاطه فيها ملح. اوريلكم الوقت وهو طالع بيبقى ما شاء الله لونه اخضر كده زي ما احنا شايفين. طبعا ما نسلقوهوش قوي عشان ما يقطعش مننا وما نعرفش نعمله. شايفين يا حبايبي هو ما خدش معايا خالص وقت في السليق. هي الميه يا دوبك تغلي وتحطيه وتطلعيه على طول زي ما احنا شايفين كده. شايفين ما شاء الله. انا دلوقتي حطيته في ميه ساقعه زي ما احنا شايفين كده. شايفين ما شاء الله لونه اخضر وحلو ازاي ومسلوق معانا حلو خالص زي ما احنا شايفين كده. هكمل انا برضو الكميه اللي معايا كلها زي ما قلت لكم يعني ايه تبقى حلوه مش مغليه قوي وتطلعيه على طول عشان ما يتقطعش منك وانت بتحشيه زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله. ملمسه حلو وناعم وحلو. تعالوا بينا يلا يا حبايبي. هكمل الكميه كلها معاكم برضو هسلقه عشان نعمله معاكم محشي. كده يا حبايبي انا خلصت سليق الورق السلق اهو زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله. الورق اخضر وحلو ازاي ما شاء الله. جايبينه من الارض من عندنا زي ما قلت لكم. هو يا دوبك الميه تغلي تنزليه في الميه وتطلعيه على طول عشان ما يتهريش منك او ما تعرفيش تحشيه زي ما احنا شايفين كده. الورقه معانا حلوه خالص اهي ماشي. انا خلصت الكميه اللي كانت معايا سلقتها كلها زي ما احنا شايفين كده. ولازم تسيبيه اما تطلعيه من الميه السخنه تحطيه في ميه ساقعه عشان يطرد الميه اللي هي الميه الوحشه اللي فيه. الميه اللي بتبقى الخضراء لازم تنقعيه في ميه بعد ما تسلقيه عشان ينزل الخضار اللي فيه زي ما احنا شايفين كده. دلوقتي هنقلي معاكم تقليه المحشي. تعالوا بينا يلا يا حبايبي. الرحمن الرحيم. والبصل معايا اهو يا حبايبي زي ما احنا شايفين. مقطعه البصل تقطيع حلو اهو. طبعا محشي يعني لازم البصل تكتريه ويكون حلو كده. والزيت برضو او الماده الدهنيه اللي انت هتحطيها عشان المحشي بيحب البصل.
هسيب بقى البصله دي تتحمر معاكم. اتحمرت معايا يا حبايبي، ما بسيبهاش تتحمر قوي زي ما احنا شايفين كده. ننزل عليها بالطماطم، طبعا مكرمله شطه طماطم زي ما احنا شايفين كده. هسيب طبعا التقليه دي تتسبك معانا، شايفين ما شاء الله طماطم حمرا وحلوه. هسيب التقليه دي تتسبك معاكم على النار على ما اشوف اعمل ايه تاني. دلوقتي برضو يا حبايبي هعمل معاكم الفرخه دي. انا كان عندي الفرخه دي في الفريزر، طلعتها فكت زي ما انتم شايفين كده. هعمل الفرخه دي مع المحشي، مع محشي ورق السلق زي ما احنا شايفين. طبعا محشي يعني لازم فراخ يا زفر يا اي حاجه زي ما احنا شايفين كده يا بط. فانا هعمل معاكم الفرخه دي عشان الشوربه بتاعتها، طبعا هزود بها المحشي يا حبايبي. انا حطيت الفرخه بحالها هي، انا حبيت ان انا اعملها بحالها. لازم اخليها الاول تاخد صدمه حلوه زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. هي خدت صدمه حلوه من تحت. هسيبها برضو شويه حلوين وهرجع اقلبها وارجع احط الحاجات بتاعتها زي ما احنا شايفين كده يا حبايبي. انا قلبتها على بطنها اهو زي ما احنا شايفين كده. خدت تشويحه حلوه هي، وبديها برضو تشويحه حلوه من تحت. وانزل عليها كده بورقه اللورا. ورق اللورا دي يا جماعه مش عايزه اقول لكم بيديلها طعم حلو قوي وريحه حلوه زي ما احنا شايفين كده. انزل عليها برضو دلوقتي بالحاجه بتاعتها كده زي ما احنا شايفين كده. في ناس الاول بتعملها بتغلي الميه وتفقد الفرخه فيها والحاجه بتاعتها دي كلها. فانا حبيت ان انا اشوحها معاكم واعملها بطريقتي زي ما احنا شايفين كده يا جماعه. نزلت عليها بالحاجه بتاعتها هي، هسيبها برضو تتشوح برضو مع الحاجه بتاعتها. وطبعا هسخن لها ميه. غلت لي الفرخه ميه ونزلتها فيها كده، سقطتها فيها زي ما احنا شايفين كده. زودت الفرخه بالميه السخنه، اسيبها برضو تاخد وتدي مع نفسها على ما تستوي وارجع اوريها لكم تاني ان شاء الله. انا حبيت ان انا اعملها بالطريقه بتاعتي ويا رب الطريقه بتاعتي تعجبكم. دي برضو يا حبايبي معايا الكزبره هي، انا ماسكاها ما شاء الله، ماسكاها منضفاها حلو من اي حاجه فيها زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله. لازم الشبت يكون في المحشي، الشبت طبعا اهم حاجه زي ما احنا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله حلوه قوي زي ما احنا شايفين كده. هغسلها دلوقتي وهسيبها برضو في ميتها، في الميه بتاعتها شويه تصفي الميه اللي فيها، تنزل اي حاجه وحشه فيها يعني زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله. كزبره برضو جايه حلوه، الربطه بنص جنيه يا جماعه، بس دي انا جايباها من الغيط من عندنا من الارض زي ما احنا شايفين كده. شايفين ما شاء الله الحاجه بتيجي من الغيط او من الارض حلوه ازاي ما شاء الله. احنا كنا في الارض عندنا فجبنا السلق وجبنا برضو الكزبره دي واحنا جايين ما شاء الله يا جماعه. برضو في الميه طبعا انتوا عارفين ان المحشي بيحب الخضره، واهم حاجه برضو في الخضره لازم تجيبي الشبت. شبت تجيبيه كده في الكزبره ما شاء الله بيخلي المحشي حلو قوي زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله. هسيب برضو الكزبره تتنقع في الميه برضو دي ونشوف هنعمل ايه تاني. احنا شايفين كده يا حبايبي التقليه اتسبكت معانا هي برضو لسه لها يجي 5 دقايق زي ما احنا شايفين كده. نزلت عليها بالملح الفلفل الاسمر واحط لها برضو كمون. طبعا انتوا عارفين المحشي ان هو بيحب الكمون، الكمون بيدي ريحه حلوه قوي. مش عايزه اقول لكم ريحه التقليه جميله
هسيبها برضو تاخد لها غلوتين اتنين كده برضو واطفي عليها. يا حبايبي الخلطة هي انا نزلت بالرز على التقلية زي ما احنا شايفين كده، غسله الرز دون والكزبره والشبت زي ما انتم شايفين ما شاء الله. هقلب انا بقى الخلطه دي يا حبايبي كده، هقلبها كلها وارجع لكم برضو تاني كده يا حبايبي. التقليه هي الخلطه هي بعد ما عملتها مع في بعض. دلوقتي هحشي معاكم ورق السلق، الورق السلق الحلو دون احشي دلوقتي معاكم حبايبي. اول سطر اهو حشيناه معاكم زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. شايفين ما شاء الله، لازم تبقى ملفوفه حلوه كده زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله. محشيه صغيره وحلوه ازاي ما شاء الله زي ما احنا شايفين كده. هكمل انا بقى الحله كلها وارجع لكم برضو تاني كده يا حبايبي. خلصت معاكم ما شاء الله لف ورق السلق زي ما انتم شايفين كده المحشي. شايفين ما شاء الله المحشي حلو قوي ولفينه حلو قوي زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. دلوقتي هزقيه الشوربه بتاعه الفراخ، يعني هزودوا الشوربه بتاعه الفراخ زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. تعالوا بينا يلا يا حبايبي نزود المحشي دون بشوربه الفراخ. الفرخه استوت ما عادتش عايزه حاجه خالص، فتحت معانا هي. شايفين ما شاء الله الشوربه بتاعتها حلوه قوي. انا عملتها بالطريقه بتاعتي دي ويا رب الطريقه بتاعتي تعجبكم. تعالوا بينا يلا نزود المحشي زي ما قلت لكم بالشوربه الحلوه دي يا حبايبي. هزود معاكم المحشي الشوربه بتاعت الفراخ زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله. شوربه الفراخ اهي. هزود المحشي كده وما تكتريش في الشوربه عشان المحشي ما يعجنش مننا زي ما انتوا عارفين. دلوقتي هديله تقلبتين معاكم كده. هشيل انا الحاجات دي الطماطم دي اللي كانت على الفراخ، هديله هزتين كده معاكم زي ما احنا شايفين كده عشان الشوربه تنزل تحت تشرب تشرب المحشي كله كده زي ما احنا شايفين. طبعا الشوربه قلت لكم لازم تكون قليله عن المحشي، فهو كده حلوه ما شاء الله. هسيبها انا بقى يستوي وارجع اوريهولكم تاني. يا حبايبي الفرخه استوت معايا حلوه زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. انا بحب ان انا اسيبها يعني تستوي حلوه تبقى اتفتحت معايا خالص كده ما شاء الله. هي فتحت معايا وبقت حلوه. قسمتها زي ما احنا شايفين كده اربع الوركه يا حبايبي ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده. والورك التاني برضو معانا انا قسمتها اربع كده زي ما احنا شايفين ما شاء الله. متحمره حلوه قوي زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله. واوريكم برضو معايا المحشي ان شاء الله بيستوي معانا برضو على البوتاجاز. بتمنى ان تكون طريقة الفراخ بتاعتي عجبتكم زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. بألف هنا وشفا. ودي كده يا حبايبي النتيجة الأخيرة كده زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. شايفين ما شاء الله يا حبايبي. مش عايزة اقول لكم على طعمه حلو قوي. المحشي محشي ورق السلق ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده تحفة خالص. مش عايزة اقول لكم والله طعمه جميل قوي وريحته حلوة برضو ما شاء الله. بتمنى ان الطريقة بتاعتي تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسونيش في اشتراك
وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله المحشي اصلا ده يتاكل حيف، بيبقى زبدة زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله عليه، تحفة خالص ما شاء الله زي ما احنا شايفين كده. ودي برضو معانا كانت الفراخ اهي برضو اللي انا وريتها لكم ما شاء الله زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله، لونها حلو قوي. بتمنى ان تكون فيديوهات على قد الايد وتعجبكم، ولو عجبتكم ما تنسونوش زي ما قلت لكم تعملوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. مع السلامه.